أهلا بكل متابعين نجمة وبرج. ازيكم؟ أتمنى تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة معانا حلقة جديدة ومميزة عن توقعات برج الجوزاء لشهر فبراير 2025. الجوزاء من الأبراج الهوائية اللي دايما بتتميز بالذكاء والحيوية والقدرة على التواصل مع الناس. يعني لو انت من مواليد الجوزاء، الشهر ده هيكون مليان فرص وتحديات في حياتك العاطفية وكمان العملية والصحية. يلا بينا نبدأ مع بعض ونشوف ايه اللي مستنيك في الشهر ده. بالنسبة للمرتبطين، لو انت في علاقة عاطفية او متجوز، فبراير هيكون شهر مليان فرص عشان تقوي علاقتك بشريكك. في بداية الشهر هتحس بشوية توترات بسيطة، لكن مع مرور الأيام هتبدأ العلاقة تتحسن وتزداد قوة. لو كنت حاسس ان في حاجات بينك وبين شريكك مش واضحة او في سوء تفاهم، ده وقت مناسب عشان تتواصلوا مع بعض بشكل اعمق. الجوزاء بيحب دايما التنوع والتجديد في علاقته، فلو كنت حاسس ان روتين بدأ يدخل حياتك، حاول تتجنب الشعور بالملل بإضافة بقى شوية نشاطات جديدة مع شريكك. حاول تخلق لحظات رومانسية أو تجيب فكرة جديدة عشان تقضوا وقت مميز مع بعض. لكن خلي بالك، الجوزاء أحيانا ممكن يكون متردد في اتخاذ قرارات كبيرة في علاقاته. لو كنت بتواجه أي مشكلة أو قرار مصيري، حاول تكون حريص وتدي وقتك الكافي للتفكير. أما النص التاني من الشهر يا جوزاء، فالأمور هتبدأ تكون أفضل لو كنت مركز على الاستماع لشريكك. أما بقى لو مش مرتبط، فالشهر ده ممكن يجيب لك فرص عاطفية مثيرة، خاصة في النص التاني من الشهر. الجوزاء دايما بيجذب الأنظار بذكائه وروحه المرحة، فممكن تلاقي شخص جديد داخل حياتك ويكون جذاب ليك. لكن حاول تكون صريح من البداية علشان ما تضيعش وقتك ولا وقت الشخص التاني مع علاقة مش هتكون مفيدة ليكم. لو كنت حابب تبدأ علاقة جديدة، خليك مرن في التعامل يا جوزاء مع الناس، وحاول تفتح قلبك. مفيش حاجة غلط في التجربة والبحث عن التوافق العاطفي، بس لازم تكون يا جوزاء صريح مع نفسك أو في مشاعرك وتحدد اللي انت عاوزه ايه بالظبط. الجوزاء بيحب التغيير والتنوع في شغله. لو كنت شغال في مجال بتعمل فيه حاجة روتينية، هتحس انك عاوز تغيرات كبيرة. فبراير هيكون شهر مليان فرص عشان تطور في شغلك وتحقق تقدم ملحوظ. لو كنت شغال في مجال بيعتمد على الإبداع أو التفاعل مع الآخرين، هتلاحظ إنك هتحصل على تقدير أكبر من زمايلك أو رؤسائك في الشغل. ممكن تظهر لك فرص جديدة في مجالات مختلفة زي السفر للعمل أو تغيير مهامك داخل العمل. لو عندك فكرة جديدة أو مشروع خاص بيك، ده وقت ممتاز علشان تبدأ فيه، بس لازم تكون حريص وتخطط له بشكل جيد علشان تضمن النجاح. إذا كنت بتواجه تحديات في شغلك أو ضغط في العمل، حاول تلاقي حلول مرنة للمشاكل اللي بتواجهها. الجوزاء بيميل للذكاء والقدرة على التفكير السريع، فممكن تلاقي حلول مبتكرة للمشاكل اللي ظهرت معاك. خلي بالك يا جوزاء من التفاصيل الصغيرة في شغلك، لأنها هتكون مهمة جدا لتحقيق النجاح. المال في شهر فبراير هيكون مستقر بشكل عام، لكن الجوزاء لازم يكون حذر في قراراته المالية. لو كنت بتفكر يا جوزاء في استثمار جديد أو شراء شيء غالي، حاول تاخد وقتك في التفكير قبل اتخاذ القرار. الأمور المالية هتكون هنا مستقرة لو كنت ملتزم بالميزانية الخاصة بيك، لكن لازم يا جوزاء تكون حذر من الإنفاق الزائد على الأشياء اللي مش ضرورية. الجوزاء بيحب التجديد، فممكن يكون عندك رغبة في شراء شيء جديد أو عمل تغيرات في حياتك المادية، لكن في نفس الوقت حاول توازن بين رغباتك المالية وبين احتياجاتك الأساسية. لو عندك ديون أو التزامات مالية، خلي بالك من طريقة سدادها الشهر ده. لو كنت بتفكر في مشروع شخصي أو عمل جديد، حاول تكون دقيق في حساباتك وتحدد أهدافك بشكل جيد.
فبراير هيكون يا جوزاء شهر مناسب للتخطيط المالي، ولكن خلي بالك يا جوزاء من المغامرات المالية الكبيرة. صحتك الجسدية في فبراير يا جوزاء هتكون مستقرة بشكل عام، لكن ممكن تحس بشوية تعب في البداية بسبب الضغط النفسي أو التوترات اللي هتواجهها. حاول تاخد وقت لنفسك وتهتم بالصحة البدنية بتاعتك، زي مثلا ممارسة الرياضة أو حتى المشي بشكل يومي. الجوزاء أحيانا بيميل للإفراط في التفكير، وده ممكن يأثر على صحتك الجسدية. لو مش بتتمتع بالرياضة أو النشاط البدني يا جوزاء، حاول تبدأ بأي حاجة بسيطة زي اليوجا أو تمارين التمدد. ده هيساعدك على التخلص من أي توتر بدني وتحسين مستوى طاقتك. خلي بالك يا جوزاء من نظامك الغذائي، لأنه بيؤثر على صحتك العامة. حاول تتجنب الأطعمة الدسمة وتعمل توازن بين الأطعمة اللي بتاكلها. أما بالنسبة لصحتك النفسية، فبراير هيوفر لك فرصة للاستراحة النفسية. الجوزاء بيحس أحيانا بالضغط بسبب أفكاره المستمرة، فلازم تدير وقتك بشكل يديك فرصة للاسترخاء. حاول تخرج من الروتين اليومي ولو حتى لفترة قصيرة. جرب تقنيات مثلا التنفس العميق أو التأمل، ده هيخليك تحس بالهدوء الداخلي وتقدر توازن بين كل جوانب حياتك. حاول كمان تبعد عن أي مواقف أو أشخاص بيسببوا ليك ضغط عصبي. خلي بالك من صحتك يا جوزاء النفسية، وابتعد عن أي مصادر للتوتر الزايد. شهر فبراير يا جوزاء ده هو وقت مثالي ليك عشان تركز على تطوير نفسك شخصيا وروحيا. لو كنت حابب تبدأ في ان انت تتعلم حاجة جديدة او تطور مهاراتك في مجالات معينة، الشهر ده هيكون فرصة ممتازة ليك. لو عندك شغف بحاجة معينة زي مثلا الفن او الكتابة او حتى تعلم لغة جديدة، حاول تبدأ فيها بشكل جاد. كمان يا جوزاء لو كنت عايز تبني أساس روحي أقوى، حاول تخصص وقت للتأمل أو القراءة الروحية. ده هيساعدك جدا يا جوزاء إنك توازن حياتك بين العمل والراحة النفسية. وبكده نكون وصلنا لنهاية توقعات برج الجوزاء لشهر فبراير 2025. الشهر ده يا جوزاء مليان فرص وتحديات، لكن مع ذكائك الاجتماعي والقدرة على التكيف هتقدر تتعامل مع أي حاجة. خلي بالك يا جوزاء من صحتك وركز على شغلك، والأهم من ده كله حاول توازن بين مشاعرك وحياتك اليومية. لو عجبتكم التوقعات دي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الحلقات الجاية. استنونا في الحلقات اللي جاية، وكل شهر جديد هنجدد معاكم التوقعات لحد ما نشوفكم المرة الجاية. خليكم دايما بخير وبعيد عن التوتر. باي باي.